ازاي تخس دهون صافيه من غير ما تخس عضلات ومن غير ما شعرك يقع ومن غير ما يحصل لك مضاعفات جانبيه ومن غير ما تحس بضعف واكتئاب. ركز في الطريقه اللي هقولها عشان ده هيخلي الكيلو الواحد اللي هتنزله هيبان على شكلك. اول حاجه طبعا الدايت، لازم تكون حاطط قاعده في دماغك في ان اول اسبوعين او 3 ما تقللش سعرات كتير في الدايت بتاعك، يعني بكتير وتقلل من 200 ل 250 سعر وتبتدي تقلل اكتر بالتدريج. ولازم يكون الدايت بتاعك هاي بروتين او بروتين عالي، لكن في نفس الوقت ما تمنعش الكربوهيدرات خالص. الحاجه الثانيه بقى، اول حاجه في المكملات هناخد معانا الجلوتامين. انا بفضل الجلوتامين لان الجلوتامين من الحاجات اللي بتعمل ريكفري حلو للعضلات، بما ان انت كده كده هتتمرن. المكمل الثاني بقى الجينكو، وده من الاعشاب والمكملات واللي بتساعد في تنشيط الدوره الدمويه جدا، وبتبقى من الحاجات الممتازه جدا قبل التمرين، وبتدي باور وبتساعد جسمك انه يبقى فيه طاقه حلوه جدا وكمان يقل في الدهون. المكمل اللي بعد كده الكارنيتين، وده من الحاجات الحلوه والقويه في حرق الدهون وبتحافظ في نفس الوقت على الكتله العضليه. الحاجه الثالثه بقى التمرين، لان عشان تعمل تمرين لازم يكون تمرين مقاومه، لان تمرين المقاومه من اهم الحاجات اللي بتزود الكتله العضليه. الكارديو ما تزودش عن 3 ايام في الاسبوع في المره من 25 ل 30 دقيقه متصله. يبقى الموضوع هنا ما بقاش دايت وبس، لا ده دايت ورياضه ومكملات وحاجات تانية كتير. دي منظومه كامله. لو انت بقى محتار ومش عارف تعمل منظومه التخسيس ازاي وانك تخس دهون وتحافظ على عضلاتك، ممكن هنا تنضم وتشترك معانا في اقوى منظومه للتخسيس وانقاص الوزن. اكتب لي كلمه دهون في الكومنتات وهبعت لك